ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ كنت بدأت كده سلسلة هتلاقوها الثلاث فيديوهات اللي قبل الفيديو ده على طول، بتتكلم على جزء من الميك اب بكل تفاصيله والتكنيكس بتاعته علشان نطلع ميك اب شكله حلو. وبعد كده قلنا ان احنا هنكمل بقية فيديوهاتنا على ميك اب لوكس كتيرة بتكنيكس مختلفة. وطبعا لو كان اي حد عنده اي سؤال طبعا بيكتبهولي في الكومنت وانا كنت على طول برد عليه. تمام. طيب، النهارده الفيديو هيكون بشكل اساسي برعايه منتجات شي جلام. يمكن شي جلام الفتره اللي فاتت فعلا ناس كتير قوي استخدمتها وشكرت فيها، وهم الصراحه يعني بيعملوا من الحاجه، يعني فاونديشن عندهم كذا فاونديشن، من البودر كذا بودر، فمدينا فرايتي وتنوع بشكل كبير قوي علشان تختاري الانسب ليكي. طبعا مش كل حاجه استخدمها النهارده شي جلام، بس انا استخدمت حاجات منهم وهديكوا رايي فيهم. هما كويسين، لا في احسن. وكل ما هجيب منتجات تاني من عندهم هقول. تمام. طيب، اول حاجه انا رطبت بشرتي عادي بالكريم الترطيب اللي انا بستخدمه، وده مهم جدا علشان يساعدنا ان احنا نطلع ميك اب شكله حلو قوي. طيب، الفاونديشن اللي انا هستخدمه النهارده هو الفاونديشن ده من شي جلام، اسمه لونج لاستنج بريدابل مات فاونديشن. واي حاجه مكتوب عليها مات فاونديشن ده معناه ان هو بينفع البشره الدهنيه او البشره المختلطه. وهو فعلا يعني مش فيه زيوت كتير، فبالتالي يعني لازم برضو نكون مرطبين بشرتنا كويس علشان ما نحسش بجفاف في البشره او البشره ممكن تقشر مننا. تمام. انا عشان استخدم الفاونديشن الاول بحط منه، مثلا هحط 2 drops كده على ايدي. وباي حاجه عندي الاول بحاول ان انا ادمجه علشان يختلط، لو في الزيوت بتاعته بكل بقى مكوناته تندمج مع بعضها. تمام. ممكن بقى بدي كده احط الباقي، احنا اكيد مش بنرمي حاجه. تمام. النهارده انا هبلند ببيوتي بلندر. حابه اقول لكم ان الفاونديشن ده من ميديم لفول كفرج على حسب انتي عايزه توصليه لايه، هو هيساعدك يعني. طبعا البيوتي بلندر عموما كاستخدام مش بتدينا فول كفرج للفاونديشن بتاعنا. انا مجرد ان انا بطبطب كده، انا عموما مش عايزه قوي كفرج عاليه. عايزه برضه اقول لكم ان الفاونديشن ده بيأكسد. يعني ايه بيأكسد؟ يعني بيغمق درجه. فانتي حابه ان انتي تغمقي درجه، فانتي هتجيبي درجتك. حابه ان انتي لا، عايزه درجتك، هتجيبي درجه افتح شويه. زي ما انتوا شايفين كده، هو الكفرج بتاعته الصراحه كويسه، مش وحشه. ممكن نستخدمه استخدام يومي عادي. بس اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه نكون مرطبين بشرتنا كويس. تمام. هحط الكونسيلر بتاعي ده من كيكو، هو 2 في 1، يعني بينفع از كونسيلر وبينفع از فاونديشن كمان. الاماكن اللي احنا عايزين نفتحها، يمكن على الحاجات اللي هي فيها سبوت كده. عادي نفس البيوتي بلندر. زي ما احنا شايفين
تمام، انا كده خلاص دمجت الكونسيلر. ده بلاشر من الطبق، يعني معروفين شي جلام بالبلاشرز بتاعتهم. اللون ده اسمه ريسكي بزنس، صح؟ ريسكي بزنس. طبعا احنا معروف ان احنا لما بنيجي نستخدم حاجه كريم لازم نحط الكريمي الاول، كل حاجه بقى whatever بقى، بلاشر، كونسيلر، الفاونديشن بتاعنا، البرونزر، اي حاجه كريمي لازم تتحط الاول، وبعد كده بنبدا نحط الباودر زي ما احنا هنشوف. برضو بنظام الطبطبه عشان ما امسحش الفاونديشن اللي تحته. لما بنيجي ندمج البلاشر الكريمي بحركات دائريه كده، يعني طبطبه مع دائرة في نفس المكان كده، وبتحاولي ان انت تعملي كده لفوق، هيديكي لافتنج لطيف للبشره. حركه دائريه كده. زي ما احنا شايفين. تمام. طيب، علشان الميك اب يثبت معاكي فتره اطول بنرش سيتنج سبراي. ده سيتنج سبراي برضو كنت جايباه من عندهم. خلينا كده نرش. كنت جايبه المروحه الكيوت دي من عندهم برضو. بصوا بصراحه سيتنج سبراي لطيف جدا. شايفين اللمعه دي؟ تحفه. طيب، طالما حطينا كريمي يبقى لازم نعمل باودر. ده لازم. انا كنت جايبه البافس دي من عندهم برضو، كانوا ست كده مع بعض، حلوه جدا 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 في الباودر. طيب، انا عشان احط باودر لازم الاول اتاكد تحت عيني مفيش اي تكتلات. وباجي دي اللوس باودر الصراحه من هدى بيوتي. انا ما جربتش قبل كده بتاعت شي جلام، بس في باودر كده شي جلام كده العلبه بتاعتها لونها بينك، ناس كتير بتشكر فيها يعني. طبعا بنحط كميه قليله جدا. بعد كده بقى في بقيه البشره بتاعتنا نثبتها انا بس الحته بتاعت البلاشر هثبتها ببلاشر. ده هيساعدني ان انا البلاش بتاعي يقعد فتره اطول. البلاش اللي انا هستخدمه من فلورمار، هستخدم الدرجه دي. برضو طبعا بعد ما بنحط، لما بنرش سيتنج سبراي بيبدأ يهدي البودر خالص اللي احنا حاطينه. انا خلاص حطيت البلاش باودر وحطيت السبراي. بصوا برضو مدي نفس اللمعة صراحة، يعني تحفة اللي هو ده. طيب، انا رسمت حواجبي برضو. انا بستخدم القلم ده من شي جلام.
هو عبارة عن ناحيتين. ده سهل جدا جدا في الرسم. ثباته حلو جدا، مش بيقطعلك شعرك خالص، طري جدا. يعني انا جايبه منه ستوك تقريبا علشان يعني لو خلص يبقى عندي يعني. هتلاقوا برضو في فيديو بتكلم فيه في تفاصيل رسم الحواجب والتكنيك بتاعها عشان نعرف نرسم الحواجب اللي تناسب شكل وشنا او الابعاد بتاعت وشنا. طيب هنبدأ بقى في العين. خلينا كده. طيب خليني برضو اقول لكم على حاجه لطيفه كنت جايباها. دي بتاعه الفرش، عشان انتي لو ما عندكيش فرش كتير وعايزه تدرجي الوان، بتقعدي تعملي كده، بتشيل كل حاجه من على الفرش، فبتقدري ان انتي تستخدميها في تستخدمي لون تاني، فالالوان ما تاثرش على بعض. احنا اول حاجه هنعملها ان احنا هناخد لون كريمي. طبعا احنا بنعمل كده في الميك اب لوكس بتاعت ان انت رايحه فرح بقى. فانت مثلا من اول الصبح انت حاطه ميك اب ومش عايزه ان الميك اب ده يروح. انا حطيت كونسيلر وبحط عليه بودر خفيف جدا جدا جدا. فالكريمي سهل، بيخلي اولا الالوان اللي فوق تبان. تاني حاجه بيثبت الميك اب بشكل مش طبيعي. انا هحطه على الجفن كله زي ما انتوا شايفين كده، وادمجه كده باطراف الفرشه بتاعتي. بعد كده بجيب لون شبه اللون ده او من الوان البنيات. انا بستخدم البالت كده، كانت عندي من اناستازيا، وبحط اللون البودر عليه. فرشه فلافي كده. تمام. وبعد كده جبت لون، ممكن لون اسود او لون بني، بس انا هستخدم الاسود. تمام. وعلى الاطراف كده. هننضف الفرشه بتاعتنا من الاسود اللي احنا حاطينه، عشان احنا عايزين ندمجه فيتدرج مع الالوان اللي احنا عاملينها. من على الاطراف كده بطلعه لبره زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين كده. تمام. ممكن بقى بلون شامر بصباعي او بفرشه مش تفرق. احط مثلا لون ايه، اللون ده كده. ندي بس ضي كده زي ما احنا شايفين. طيب انا كده خلاص عملت العين التانية اوف كاميرا، وحطيت الماسكارا والروج. صراحة الماسكارا والروج، الماسكارا اللي انا حطاها من ايسنس، والروج كان بالت من اناستازيا برضو اللي هي دي. وحطيت كحل بني. كحل بني ده من ريمال،
حلو جدا جدا جدا. وده برضو اللي انا رسمت شفايفي الاول قبل ما احط الروج. كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب تكونوا استفدتوا. قولولي ايه اكتر حاجه عجبتكم من شيجلام. شيجلام للي عايز يشتري اي حاجه منه طبعا من على شي ان، او من طبعا كل الابلكيشن الاونلاين ابلكيشن زي جوميا، امازون، ونون بيبيعوا حاجات شيجلام. بس يمكن من الويب سايت بتاع شي ان بتبقى الحاجه ارخص. بس لو انتوا في مصر في بيجز كتيره قوي بتبيع حاجات شي ان بسعر افضل من ان انتوا تجيبوا حاجه جمارك فتدفعوا كتير. فيا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم بقى في فيديو جاي. باي باي.